السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا قبل ما أبدأ موضوع الفيديو، شكر واجب لأفراد معينين أصدقاء، لهم كل الشكر وخالص التقدير مني. من لا يشكر لا يشكر، والخالق عز وجل قال على نفسه شاكرا عليم سبحانه وتعالى، لأنه يحق الحق ويقدر الأشياء سبحانه وتعالى. فشكري ده عبارة عن تقدير للدعم اللي قدم للصفحة بتاعتي عن طريق أصدقاء لديهم إخلاص كامل لكتاب الله، هم يعشقون كتاب الله، يحبونه حبا جما. فلما لقيوا إن العبد الفقير إلى الله لديه مقدرة بفضل من الله إنه بيوضح بعض الكلمات الغائبة في القرآن الكريم، الموضوع ده فرحهم شوية، يعني زي ما نقول عندنا في الصعيد بسطهم، فحبوا يعبروا عن الانبساط أو الفرحة بتاعتهم دي بدعم. فمنهم ناس من اليمن مقيمة في السعودية، ودول ناس بتشتغل، والله أنا بشكرهم جدا، لأن ده شخص شغال هناك بيعمل ومع ذلك لم يبخل. وناس مقيمة في ألمانيا وبرضه من منطقة الشرق الأوسط برضه دعمت الصفحة، وفي بعض الأفراد التانيين دعموا الصفحة. خالص الشكر والتقدير لهؤلاء الأصدقاء أيا كانوا وأينما وجدوا. منهم اللي بتواصل معهم تواصل شخصي، ودول لهم مني كل تقدير وشكر. ده مبدئيا، معلش، من لا يشكر لا يشكر. طيب، ايه موضوع الفيديو؟ الهرم والحرم. ما المعنى وما العلاقة؟ ما معنى الهرم وما معنى الحرم وما العلاقة؟ هل الهرم كان بيسمى في المصرية القديمة؟ مبدئيا لا، ما حصلش. طب وما ليه أطلقنا على المبنى ده هرم؟ مش احنا، ده الناس الأوائل اللي هم شافوه كده من حوالي احسب، ما اعرفش من امتى التاريخ بتاعه تسمية الهرم هرم، من 200 300 400 500 سنة أو 1000 سنة، لكنه ليس من أيام المصري القديم. المصري القديم أطلق على المبنى ده أو البناء ده حاجة تاني، سماه المر، هذكرها لك. طيب، ليه هم أطلقوا عليه حرم؟ أولا، ما معنى حرم؟ حرم في علم الكلمة القديم معناه كلوز أو شط، المغلق، الموصد أو المسدود أو المحبوس أو الحجز أو القفل. ده الهرم معناه كده في علم الكلمة القديم، يسمى هرم ويكتب كده هرم. دي المتاهة بتنطق ها، وهنا رمز الشفرة أو الفم راء، هنا هاء وهنا راء، وهنا رمز البومة، رمز البومة بينطق ميم، فهنا ده اسمه ايه؟ هرم. ايه معناه؟ معناه المغلق، الموصد، المسدود، الحبس، الحجز. لاحظ في شيء معين هنا هجيبه لك دلوقتي، بس ليه احنا في العصر المتأخر بعد المصريين القدماء أطلقنا على المبنى ده هرم؟ لأنه كان مقفول، ماليش منفذ إلا المأمون فقط هو اللي حاول يوصل للمدخل بتاع الهرم وما قدرش غير بصعوبة، وبعلم كان عندهم علم عالي شوية بحسابات معينة، قدروا يوصلوا للباب من طريق آخر بعيد عن الباب الرئيسي، وموجود مدخل المأمون حتى الآن، الخليفة المأمون. فهم قبل الخليفة المأمون ده من القدم كانوا بيطلقوا عليه هرم، بيلفوا حواليه ماليش مدخل، فهم كانوا عارفين الاسم ده إن هو المغلق، لكن الاسم ده غاب عننا احنا، ما تلقاش في القاموس. ليه طيب؟ لأن احنا ما دورناش. دي مشكلتنا في العصر الحالي، في القواميس الموضوعة حاليا لم نبحث على جذور الكلمات، فعشان كده عندنا عجز في فهم معظم الكلمات. فالهرم معناه المغلق، الهرم معناه المغلق. وفي تبادل في عربية، مش الأعجمي ولا الأجنبية، كلنا أعجمي عشان تفهم كويس، وقلتها لك قبل كده، كل الناس اللي على الأرض دول أعجمي. عربية دي موجودة لدى الخالق عز وجل سبحانه وتعالى، أنزل جزء منها في الأرض، الجزء ده
احنا خدناه نعتبر اعجمي بالنسبه للمصدر الرئيسي اللي عند الخالق. في تبادل بين الحاء والهاء، يعني هرم حرم، يعني الهرم حرم، ايوه الهرم حرم، بسيطه. حرم، ما معنى حرم في علم اللغه عندنا؟ ممنوع، المغلق، ما هو كده. الحرمات، ها، محرم، شيء محرم يعني ايه؟ ممنوع تقترب منه، مغلق بالنسبه لك. حرمات، الحرمات او المحارم، الاقارب بالنسبه لنا احنا ممنوع تقترب منهم بصفه معينه. انت بتقترب منهم بس في صفه معينه ممنوع تقترب منهم او تعديها تخطيها، صح كده؟ فهنا الحرمات بيبقى فيه صفه معينه ممنوع تعدي الصفه دي او المدلول ده، لان ده مغلق. زي بيت الله الحرام، طب ما هو مفتوح والناس بتروحه، لا هو مغلق في حاجه معينه، ان هو امن، ممنوع تعمل فيه اي منكر، ممنوع تعمل فيه اي شيء سيء، لان هنا العقاب شديد هيضاعف لك. المنطقه دي محرمه. يعني ايه محرمه؟ ممنوع تفعل فيها اشياء معينه بها قانون، القانون ده بيمنعك تعديه. الحرامي ليه قلنا عليه حرامي؟ الحرامي ليه قلنا عليه حرامي؟ لانه بيفتح المغلق. ايوه هو بيفتح المغلق فهو حرامي. محرم عليكم، ربنا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. ايه اللي حرمه ربنا علينا؟ اغلق الاشياء دي عننا، ممنوع نفعل فيها فعل مفتوح في اماكن اخرى. مثلا لحم الخنزير، احنا بناكل اللحوم الاخرى، لكن لحم الخنزير اغلق، حرم، اغلق علينا، اصبح هرم. يا عم ده حرم، ما هرم هي حرم، اصبح هرم او حرم. ما انا جبت لك المعنى اهو، والمعنى مطابق وموجود في الخط القديم، هرم. بس كان القدماء لا يطلقون على المبنى ده هرم، لان كان بالنسبه لهم مش هرم، كان مر مفتوح، دي منطقه مرور بتوصلهم لاماكن معينه مش مغلقه، لان كانت مفتوحه بالنسبه لهم، بيدخلوا وبيطلعوا منها، فهي مش هرم بالنسبه لهم، لكن اصبحت هرم بالنسبه لنا احنا. طبعا حاليا دلوقتي مسمى هرم عليها خطا، لان احنا فتحناها، نسميها مر، نسميها مر كما اطلق عليها القدماء المسمى ده. يعني مسمى الهرم حاليا خطا، كان قبل كده صح، قبل ما اكتشفوا الباب الدخول، لكن اكتشفنا باب الدخول وفتحناه لم يصبح هرم او حرم، اصبح مر كما كان يطلق في القدم. والمر بتتكتب بعدة أشكال متعددة في الخط المصري القديم، لو تعبر عن البيراميد، الهرم. في اختصار كامل ليه لما تلقاه كده، بس كده كده، ده معناه ده ايه؟ ده مر، ده مر لما تلقاه كده. ساعات بيجيبه لك بشكل آخر، بيجيب لك الرمز ده، الرمز ده لا، في خطأ هنا، بيجيب لك الرمز ده، الرمز ده وحده اسمه مر، ويجيب لك وراه مكمل صوتي راء كده، ويجيب لك رمز الهرم بعديه اهو، ده اسمه مر برضه على بعضيه كله كده، ده اسمه مر، مر او مر. ممكن ليه شكل اخر بنفس ده الرمز ده، وبضيف له البومه مع المر، بكتب الصوتي كله اهو، تمام. وهنا برسم البومه اللي هي مر، وهنا بكتب الراء تحتها، ده مر. وهنا وراه المخصص اللي هو مخصص ايه؟ الهرم، مر. وليه كتابات متعدده شكل اخر، ساعات بيلغي الراء ويجيب لك الميم، كلهم اسمهم مر. وكان في مسمى اخر للمر، اسامي متعدده مش هجيبها لك، مش وقتها دلوقتي، لكن هو كان بينطق مر عكس الهرم، عكس الحرم. المر ده مكان مفتوح، مكان بيوديك لاماكن مستحيله، هو في نظره كده اللي بنى المر ده مش الهرم بالنسبه له، بالنسبه لنا احنا هرم في الاول لانه كان مغلق،
تم فتحه لا يطلق عليه هرم، المفروض يطلق عليه مر أو المر أو المرة. المرة منطقة مرور معينة، موضوع طول شرحه. طيب كده ممكن نعرف في آية في القرآن الكريم في سورة الأنبياء آية 95: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ما معنى حرام هنا؟ هل تعلم أن حرام هنا معناها الحجز؟ خلاص اتحجزت، اتخذت وراحت في البرزخ. فاكر البرزخ؟ فاكر البرزخ اللي قلته لك؟ منطقة الحجز والإهانة. هو راح حرام، راح منطقة حرام، منطقة حرام، منطقة إغلاق، منطقة البرزخ، منطقة الحجز، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قالوا ربنا ارجعنا لعلنا نعمل صالحا فيما كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ده الحرام. وحرام على قرية، حرام هو البرزخ. كده وضحت كلمة حرام في الآية 95 في سورة الأنبياء. اللي ما فهمهاش هنا الهرم والحرم وضحتها لنا وضوح كامل. هنا بقدم لك بفضل الخالق عز وجل المعنى مترابط والمفهوم مترابط على قد ما اقدر. في طبعا إمكانيات أخرى ممكن تساعد الواحد، تقنيات عالية تساعد الواحد إنه يقدم المحتوى بصورة أفضل. واحدة واحدة إن شاء الله بنحاول نقدم المحتوى بصورة أفضل إن شاء الله. ده كل اللي عندي عن الهرم والحرم، وأن الهرم هو الحرم، وأن الهرم محرمات، وأن الهرم حرمات أو هرمات، أو الحرام هرام، دي لهجة. وحرام على قرية، حرام على قرية أي أغلقت، أخذت وأغلقت. أو هرام على قرية إغلاق. هتقول لي لا كده أنت غيرت في القرآن. والله لم أغير، المعنى واحد في اللفظين، هرام وحرام، دي لهجات عربية. معلش أنا آسف أنت لا تدركها، لكن بفضل الخالق أدركتها بالجذور الأساسية للكلمات. فما تنكرش الإدراك ده، لأن وصلت لها عن طريق علم كلام، والقرآن علم كلام. فحرام هي هرام، والحرم هو الهرم، والهرم هو الحرم. وحرام على قرية، هرام على قرية، هذا هو البرزخ الذي دخلت فيه القرية بعد أن أخذت ولن تعود مرة أخرى، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. دي حرام على قرية. تمام؟ هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.